تحية خاصة. كل سنة وانتم طيبين. المولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام على الأبواب، وزي ما احتفلنا معاكم السنة الماضية بالمولد هنحتفل كمان السنة دي، وهنعمل تشكيلة حلوة من الحلويات المحببة لمعظمنا. وكمان حابة أستغل الفرصة والمناسبة الحلوة وأشكر كل مشتركين القناة. النهاردة أول عيد ميلاد لقناتنا، بشكركم على تواصلكم الراقي جدا من خلال تعليقاتكم اللي كان فيه منها الداعم والمحفز، وكان فيه منها اللي بيوجهنا بملاحظات معينة وبعض التوجيهات اللي فعلا كانت إضافة لينا بجد. ما كانش فيه أي تعليقات غير لائقة، فبجد شكرا. وعلشان ما أطولش عليكم مش هنتكلم عن الوصفات في المقدمة، هنكتفي بالعرض اللي شفته وندخل ونشوف هنقدم وصفاتنا ازاي. أول حاجة هنبتدي بيها الفولية. هنستخدم 500 جرام من الفول السوداني، ونتأكد من صلاحيته ما يكونش ليه ريحة وطعمه حلو ولونه كمان. و164 جرام من السكر، 85 جرام من المية، و164 جرام من عسل الجلوكوز. أول حاجة بنحمص الفول في طاسة على النار، أو ممكن نحمصه في الفرن. ده شكل الفول بعد التحميص. يدوب بحمصه تحميصة خفيفة، واللي حابب يحمصه زيادة مفيش مشكلة. باقي المكونات كلها هنضيفها في حلة أو طاسة. المية والسكر وعسل الجلوكوز هنوزنه وهناخد منه 164 جرام، يعني علشان ما يبقاش عندنا هادر فبنوزنه على طول قبل إضافته على المكونات، ويكون بدرجة حرارة الغرفة علشان يبقى سلس وانسيابي معانا. هناخد كل المكونات دي ونحطها على نار متوسطة تغلي لحد ما توصل لدرجة حرارة 140 درجة. دي الصينية اللي هنفرد عليها خليط الفولية، ندهنها بمسحة من الزيت. ممكن نفرد الفولية على الرخامة مباشرة أو على أي حاجة تريحنا. أو خلاص قربنا، وصلنا 135 درجة. أول ما نوصل لدرجة الحرارة المطلوبة نهدي الحرارة على الآخر وننزل بالفول ونقلب بسرعة شوية. الفول مش بيحتاج تقليب كتير. كده تمام. هنبتدي بقى نفرده في الصينية، وفي مرحلة الفرد مطلوب بقى سرعة غير عادية، يعني لازم نسرع في الفرد، لأنه لو برد مش هيتفرد معانا وهيكتل. ده شكل الفولية بعد ما فردناها. نقطعها بقى على طول علشان تبقى سهلة وسلسة علينا. مربعات، مستطيلات، على حسب الشكل اللي احنا عايزينه. ده شكلها. بيبقى طعمها أحلى من اللي بنجيبها من بره. دي بقى الأطراف اللي ما كانتش مكتملة في الصينية، فبيبقى شكلها عشوائي شوية. شايفين بتتكسر معانا بمنتهى السهولة وبتبقى هشة بشكل رهيب. مش هين عليا أكسر من الأشكال المظبوطة، فخلينا بقى نكسر الأشكال اللي هي طلعت بشكل عشوائي دي. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية. وصفتنا التانية وهي اللذيذة، بتبقى بجوز الهند العريض، ده بيبقى شكله. الكمية اللي هنستخدمها 250 جرام، و50 جرام من المية، و90 جرام سكر، و250 جرام عسل جلوكوز. والزبيب للتزيين اختياري، وممكن نستبدله بأي مكسرات تانية. في طاسة هنضيف المية والسكر، وهنوزن 250 جرام من العسل. هنضيف الخليط على نار متوسطة يغلي لحد درجة حرارة 114، أقل طبعا من الفولية، لأن الفولية عايزينها تتكسر معانا، إنما اللذيذة لأ، عايزينها تفضل طرية. وممكن نضيف لها لون غروب الشمس علشان تاخد اللون الداكن شوية زي الجاهزة، أو نسيبها على لونها، بتبقى متوفرة باللونين. نجهز المكان والقوالب اللي هنشكل فيها اللذيذة. دي أكياس تلاجة أنا قصيتها، بنفتحها ونفردها على رخامة أو صينية. نرص بقى القطعات بالأحجام والأشكال اللي عايزينها. نحط المكسرات اللي بنحبها، وممكن نعملها سادة. احنا هنعمل الاتنين، هنعمل جزء سادة وجزء بالمكسرات. نتابع الخليط ما نغفلش عنه. وهو خلاص بقى قربنا، وصلنا ل 113 باقي تك. نهدي الحرارة على الآخر وننزل بجوز الهند ونقلب. كده تمام. نوزع خليط جوز الهند على الأشكال. نحاول نوزعه ونكبس بمعلقة بإيد الهون زي ما أنا بعمل كده، بأي حاجة تكون مريحة بالنسبة لنا علشان الخليط كله يتماسك.
بلاش نضغط قوي، احنا يدوب بس عايزين حبات جوز الهند تبقى متماسكة أو تلزق في بعضها، علشان عايزين نحافظ على قوامها يبقى هش وطري معانا. هنضيف المكسرات على الوش برضو، نضغط عليها بخفة كده علشان تلزق في اللذيذة. كده بعد ما خلصنا كل الكمية هنستنى عليها بقى 5 دقايق، وبعدها نخرجها من القوالب اللي شكلنا فيها. ده شكلها، بنشكلها بقى بالأشكال اللي احنا عايزينها. نقدر برضو نتحكم في السمك اللي احنا عايزينه، بنفس السمك عايزينها أو أرفع شوية زي ما احنا عايزين. هندخل بقى على آخر وصفة معانا وهي الشكلبة. هنستخدم 100 جرام من جوز الهند ناعم جدا، وأنا جبته ناعم جدا وبعدها كمان طحنته في المطحنة ونعمته أكتر، و140 جرام من السكر، و3 أبيض بيض، 3 حبات من البيض، هنستخدم البيض بس، ومعلقة صغيرة زبدة، يعني حتة زبدة صغيرة كده. في حلة ننزل بكل المكونات، الزبدة والسكر وجوز الهند وبياض البيض. كنت هنسى الفانيليا، نضيف حوالي معلقة صغيرة. نحط بقى الخليط على نار متوسطة ونقلب، وأثناء التقليب نهرس بالمعلقة لحد ما الخليط يبقى ناعم معانا وقوامه يتقل. شايفين الخليط هنا عمال ينعم. نستمر بقى في التقليب لحد ما نوصل بقى للقوام اللي احنا عايزينه. كده تمام، وصلنا للمرحلة والقوام المطلوب. بنجهز كيس كريمة ونضيف فيه الخليط. دي الصينية اللي هنشكل فيها وردات الشكلمة. نفرد فيها ورقة زبدة، نشكلها بقى بالأحجام اللي عايزينها أعرض أكبر، أو نعملها زي بتاعتي صغيرة، أنا بحبها صغيرة في الحجم. بعد ما شكلناها بنخبزها في الفرن على درجة حرارة 100 أو 120 لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدها بفتح الشواية تاخد لون من فوق. يعني هتاخد معانا كده في التسوية حوالي نص ساعة. ده شكلها بعد التسوية، من الحلويات الحلوة واللذيذة جدا ومش بيتشبع منها. دي كانت آخر حاجة قدمناها معاكم في وصفاتنا، نقدمها بالشكل اللي بنحبه. بتمنى تجربوا أي حاجة وتقولوا لنا رأيكم فيها، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. بتمنى السلامة والخير للجميع. أشوفكم على خير في وصفة جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا.